أهم دواء لعلاج أمراض المناعة وفي نفس الوقت أسوأهم سمعة، الميثوتريكسيت. النهاردة هنتكلم على بعض الأسئلة اللي جات لنا، وأحدث الدراسات كمان قالت إيه على الميثوتريكسيت. أهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. الميثوتريكسيت اتكلمنا عليه قبل كده في فيديو سابق، وقلنا إيه الفرق بين استخدامه في الروماتويد والمناعة واستخدامه في الأورام. ممكن ترجعوا للفيديو ده علشان نشيل اللغط انه علاج كيماوي. نمرة 2، اتكلمنا قبل كده ازاي نتابع الاثار الجانبية بتاعة الميثوتريكسيت في فيديو سابق، لكن هنعيدها تاني. نعمل دايما تحاليل دورية للكبد والكلى وصورة الدم. 3، هو الميثوتريكسيت ينفع ابدل ما بين الحقن والاقراص؟ ينفع. يعني لو الحقن مش موجودة نرجع للدكتور المعالج وهو يوصف لنا اقراص. جرعة الاقراص قد ايه؟ الاقراص على حسب النوع، في انواع 2.5 مللي وفي انواع 5 مللي، وبالتالي نحسب الجرعة اللي كنا بناخدها من الحقن وناخد زيها جرعة اقراص اسبوعية مش يومية. الميثوتريكسيت الاقراص او الحقن بيتاخد كل اسبوع. هو ينفع اغير نوع الحقن من الحقن اللي كانت بتتاخد تحت الجلد اللي مبقتش موجودة دلوقتي للحقن العضل؟ ينفع، انما كل 10 وحدات كنت باخدهم يساووا شرطة في السرنجة العادية. يعني لو كنت باخد 70 وحدة في الحقن اللي تحت الجلد هناخد 7 شرط، يعني اقل من السنتي ب3 شرط في الحقنة العادية عضل كل اسبوع برضو. طب نوع الحبوب اللي نزل جديد ده اللي فيه تركيزات 5 و10 و15 و7.5، هل هو كويس؟ كويس جدا، وكمان شركة مصرية اللي عاملاه. وممكن جدا ناخد قرص واحد بس 15 مللي او قرصين 7.5 او 3 اقراص، لان الجرعة القصوى ممكن تصل الى 25 مللي جرام من الميثوتريكسيت. طب واعراضه الجانبية يا دكتور؟ اتكلمنا في الفيديو اللي قبل كده ازاي نقلل اعراضه الجانبية، واكيد الدكتور المعالج عارف المخاطر بتاعة الدواء وعارف يتعامل ازاي اذا حصلت، وبالتالي لو المريض قال انه مش عايزه او عمل له اي اعراض جانبية الدكتور هيشيله من الخطة العلاجية ويبدله بخطط تانية. وان كان خدوا بالكم دايما ان الخوف احيانا من الاعراض الجانبية بدون ان تحدث يخلي الواحد يشعر انها موجودة، وبالتالي لازم نقول للدكتور اذا كنا فعلا حاسين باعراض جانبية ولا ده مجرد خوف. واخيرا الرد اللي بقوله دايما لو حد سألني الميثوتريكسيت ده خطر قوي يا دكتور، بقول لو مرات قائد اكبر دولة في العالم حصل لها روماتويد لازم هيبدأوا معاها بالميثوتريكسيت لان دي التوصيات العالمية. فلو اتكتب الميثوتريكسيت خدوا الفوليك اسيد معاه بجرعات احنا قلناها قبل كده، وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ومفيش مانع خالص ان احنا نمشي على دواء معدة معاه لفترات طويلة، لانه في الحالة دي بتبقى مفيدة جدا عشان تقلل الاعراض الجانبية بتاعة الميثوتريكسيت. ودمتم سالمين.